اهو ده اللي كان ناقص يحصل مع محمد صلاح قبل خروجه من ليفربول. وقبل ما اقول لك ايه الموضوع، اتفضل اعمل لنا متابعه عشان كل مره بتتفرج على الفيديو وبتنسى، ولو مش فاضي دلوقتي اعمل سيف للفيديو وارجع له بعدين. اما بقى لو فاضي تعالى اقول لك على الكارثه اللي ليفربول عايزه تعملها مع محمد صلاح قبل رحيله. عشان بعد البوست اللي محمد صلاح نزله اليومين اللي فاتوا اللي ابدى فيه عن مدى حزنه عن الحاله اللي وصل ليها ليفربول، كل الصحف الانجليزيه بتقول لك ان ارن سلوت بيحضر لعقوبه تاديبيه لمحمد صلاح. انت قادر تستوعب؟ الراجل اللي عايشهم احلى ايام حياتهم في ليفربول، اللي ناقص له معاك مباراه واحده ويمشي من الفريق، تقول لي بتحضر له عقوبه تاديبيه؟ تادب مين يا قرع؟ انت هتنسى نفسك يا زلبطه ولا ايه؟ ده عمك يورجن كلوب ما قدرش ان هو يعملها مع ابو صلاح عشان عارف القيمه الحقيقيه لمحمد صلاح ومين هو محمد صلاح عند مشجعين ومحبين ليفربول. على كده بقى كل اللاعبين اللي عملوا لايك للبوست بتاع محمد صلاح وهم كمان المفروض يتعرضوا لعقوبه. لا، ويتعاقبوا على ايه؟ ان هم معترضين في اللي بيحصل في ليفربول وما صدقوا حد يتكلم بصوتهم زي محمد صلاح الدكر اللي عمل كل حاجه للمدينه والفريق حرفيا. خلينا نشوف يا ارن سلوت يا دكر هتقدر تعمل ايه مع محمد صلاح في اخر مباراه وداعيه ليه مع ليفربول قصاد برينتفورد، عشان ما يبقاش لينا في السوشيال ميديا العربيه والمصريه بالتحديد سيره غيرك يا ارن سلوت يا قرع.